لعبة كراش أرينا تيربو ستارز، والتي حصلت على لقب لعبة العام على متجر جوجل، وهي لعبة جماعية تعتمد على الاتصال بالإنترنت. يقوم اللاعب ببناء عربة القتال الخاصة به، ويختار تصميمها من بين عدة تصميمات، وكذلك نوع الإطارات والأدوات والأسلحة التي يفضلها، ويبدأ في قتال اللاعبين الآخرين للحصول على الصناديق التي يتوفر فيها الأسلحة والتطور للمستوى الأعلى. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لهواتف الأندرويد وآي أو إس. ثانياً لعبة أسفلت ستريت ستورم ريسينج، وهي واحدة من أحدث إصدارات لعبة أسفلت الشهيرة. توفر اللعبة سباقات سرعة في العديد من المدن حول العالم، تتميز بدعمها لنمطي اللعب الفردي واللعب الجماعي حتى 4 لاعبين من خلال الاتصال بالإنترنت. وتوفر اللعبة تشكيلة تعد هي الأكبر من السيارات الخارقة المشهورة، كما توفر إمكانية تطوير وتحديث السيارة من خلال إضافة قطع الغيار المعدلة لجعل السيارة أقوى وأسرع. ومع كل هذا يمكن الاستمتاع برسوميات ذات جودة عالية. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متوفرة لهواتف أندرويد وآي أو إس وويندوز فون. ثالثاً لعبة مونيمنت فالي 2، وهي الجزء الثاني من اللعبة، والتي حصدت في جزئها الأول العديد من الجوائز. اللعبة تعتمد على قدرة اللاعب على حل الألغاز المختلفة، وتطلب الكثير من الذكاء والتفكير للتمكن من عبور المراحل المختلفة. تتميز اللعبة برسوميات خارجة عن المألوف تعطي اللعبة طابعاً خاص. اللعبة مدفوعة بسعر $5 أمريكي، وهي متاحة لهواتف أندرويد وآي أو إس. رابعاً لعبة Injustice 2، وهي لعبة قتالية جميع شخصياتها مستوحاة من فيلم Justice League وأبطال عالم DC Universe. يقوم اللاعب باختيار الشخصية المفضلة لديه، ويعمل على تطويرها وتعزيز قدراتها للفوز بالنزالات. كما توفر اللعبة نمط اللعب الجماعي من خلال الإنترنت، حيث يتنافس اللاعبون في جميع أنحاء العالم للوصول للقمة، وهي متوفرة لهواتف الأندرويد وآي أو إس. خامساً لعبة Paralyzed، وتدور أحداثها حول أختين توأم تتسبب إحداهما في إصابة الأخرى بالشلل والدخول في غيبوبة خلال اللعب سوياً، لكنها تجد طريقة للدخول إلى عقلها ومساعدتها في تخطي العقبات المختلفة سوياً للتغلب على مرضها ومساعدتها على التعافي. وتتميز كل واحدة من الأختين بقدرات خاصة تساعدهما خلال مراحل اللعب المختلفة. اللعبة تتمتع برسوميات غريبة ومختلفة عن المألوف، لكنها جذابة. اللعبة مجانية للأندرويد وبسعر $3.50 أمريكي للآي أو إس. سادساً لعبة ماتي باتلز، وهي لعبة قتالية يقوم كل لاعب فيها ببناء فريق المقاتلين الخاص به، ويختار من بين أكثر من 40 نوع مختلف من المقاتلين والعربات الحربية والقواعد الدفاعية. يبدأ في مهاجمة الفرق الأخرى، وكذلك الدفاع عن فرقته من الهجمات الخارجية. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لهواتف الأندرويد وآي أو إس. سابعاً لعبة Into the Dead 2، وهي لعبة موجهة لمحبي الرعب، حيث يقوم اللاعب بمحاربة جيوش من الزومبيز في محاولة لإنقاذ عائلته. تتميز اللعبة بتوفير 60 مرحلة مختلفة مقسمة إلى 7 أجزاء، على اللاعب اجتيازها لإنقاذ عائلته. يقوم اللاعب بجمع وبناء ترساناته من الأسلحة ليستطيع مقاومة الزومبيز الذين تزداد قوتهم مع تقدم المراحل. ولعل أبرز ما يميز هذه اللعبة أن النهاية تختلف حسب اختيارات اللاعب أثناء المراحل المختلفة. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لهواتف الأندرويد وآي أو إس. ثامناً لعبة After the End Forsaken Destiny، وقد حصدت هذه اللعبة جائزة أكثر لعبة مبتكرة لعام 2017 من متجر جوجل بلاي، وهي لعبة ألغاز تعتمد على الذكاء، وترتفع صعوبة الألغاز تدريجياً مع تقدم المراحل. تتمتع اللعبة بتصاميم ورسوميات خارجة عن المألوف، لكنها تعطي طابعاً مميزاً للعبة. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لهواتف الأندرويد وآي أو إس. تاسعاً لعبة كراش اوف كارز، وهي لعبة حرب سيارات تعتمد على الاتصال بالإنترنت، حيث يقوم كل لاعب ببناء سيارة القتال الخاصة به، ويختار من بين 70 سيارة مختلفة، وكذلك 16 نوع مختلف من الأسلحة. وتوفر اللاعب 8 ساحات قتال مختلفة مليئة باللاعبين الذين يتنافسون على البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة. كما يمكن أن تلعب مع أصدقائك فقط من خلال نمط اللعب مع الأصدقاء. وتوفر اللعبة أيضاً نمط اللعب الفردي مع بعض المهام. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها، وهي متاحة لهواتف الأندرويد وآي أو إس. عاشر اللعبة كارما انكريشن 1، وهي لعبة مغامرات ممزوجة بالألغاز مع رسوميات غريبة جداً، وتدور أحداثها حول بطل قامت الأرواح الشريرة باختطاف روحه وتحول إلى دودة ذيب، وعليه اجتياز العقبات وحل الألغاز المختلفة ليستطيع قهر الأرواح والعودة إلى طبيعته مرة أخرى. اللعبة حصدت العديد من الجوائز خلال عام 2017،
سواء للرسوميات أو لطريقة اللعب، وهي مجانية لهواتف أندرويد وبسعر $2 للهواتف.